السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحلام، وبوريكم اليوم طريقة لإعداد الكباب اليمني. طلبتوها مني كثير وحبيت إني أسويها لكم بهذا الفيديو. طبعا الكباب اليمني عبارة عن كرات لحم مفروم مقلية في الزيت. بتمنى يا رب الطريقة تعجبكم وتجربوها. بستنى آراءكم بالتعليقات وما تنسوش تضغطوا على لايك. ويلا مع بعض نشوف تفاصيل الكباب اليمني. ولتحضير الكباب استخدمت 300 جرام من اللحمة المفرومة، لحم عجل، وبحط عليه بصلة مبشورة معصور منها الماء تماما، يعني ناشف البصل. وهنا معايا ثلث كوب بصل أخضر مفروم ناعم، بحط نص الكمية ونصه بخليه على جنب. وممكن تستخدموا كمية البصل كلها بصل عادي. هنا معايا ثلث كوب من الكبزرة الخضراء المفرومة ناعم، بحط نص الكمية. كمان ثلث كوب من الكراث، بحط نص الكمية أو أكثر. وهنا معايا ثلث كوب من الثوم الأخضر المفروم ناعم، بحط كمان تقريبا نص الكمية. ممكن تستخدموا الثوم العادي، ولأنه عندنا اللحمة ما يفرموها فرم ناعم، فأنا بفرم هذه الخضار مع اللحمة المفرومة مرة ثانية بالفرامة. فزي ما شايفين بحط اللحم المفروم مع الخضار بالفرامة وبنعمها شوية، يعني ما بطحنها كثير، بس أخليها إنها تنعم أكثر شوية، لأنه هنا عندنا في تعز ما ينعموا اللحمة، دائما يفرموها بنفس الشكل. فزي ما شايفين هنا خلاص اكتفيت بهذا القدر كذا تمام. بفرغها للبولة وبضيف باقي الخضار اللي خليتها: البصل الأخضر، الكبزرة، الكراث، الثوم الأخضر، وخلاص بعجن الجميع مع بعض. يعني الغرض من إني استخدمت الفرامة إني أنعم اللحم شوية. هنا بضيف نصف ملعقة صغيرة من الكمون، وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، شوية ملح، وملعقة كبيرة من الدقيق، وبعجن الجميع مع بعض. خلاص الآن عندي عجينة متماسكة بقدر أكورها. بكورها إلى كرات، طبعا بتكوروا بالحجم اللي تحبوه. 300 جرام من اللحم المفروم أعطتني هذه الكمية اللي بتشوفوها. طبعا في هذه الأثناء أنا كنت أقلي البطاطا، يعني قطعت إلى شرائح نحيفة جدا بطاطتين كبيرة، ونقعتها في شوية ملح وشوية سكر، وخليتها منقوعة تقريبا نصف ساعة، وبعد كذا صفيتها من الماء وقليتها. الآن بخلي هذه الكرات على جنب على بال ما أكمل أقلي البطاطا. هنا معايا 3 حبات طماطم كبيرة، وشوية من الكبزرة الخضراء، فص من الثوم، و3 قرون من الفلفل الأخضر. الفلفل مش حار وممكن تستغنوا عنه. بحط الجميع في الخلاط، وبضيف شوية من الملح وشوية من الكمون الحب، وبخلط كويس لما ينعم، وبصبه في طبق التقديم. بعد كده بجهز السلطة. أنا بحب السلطة هذه اللي مكونة من خيار وبقدونس وبصل بس. يعني بتطلع طيبة جدا ولذيذة مع الكباب. هنا بفرم البقدونس ناعم، وبقطع الخيار وكمان البصل. خلاص بتكون كده جاهزة. قبل التقديم بحط شوية ملح وأعصر ليمونة. الآن عندي زيت غزير وساخن، بسقط حبات الكباب. النار عالية لأنه بالبداية يعني عادي لسه الزيت ما سخن كثير، فبسقط حبات الكباب والنار عالية. لما كملت أسقط الدفعة الأولى برخي النار عشان اللحمة تستوي من داخل تمام وما تحرق من برا. هنا الآن خلاص حبات الكباب تماسكوا، قادرة أقلبهم، فبرجع أعلي النار شوية وأستمر بالتقليب
بزيد كمان أعلي النار عشان يعني أحمرهم. خلاص شفتهم تمام. الآن بوطي النار على الآخر وبشيل حبات أو كرات الكباب على طول على ورق مطبخ. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، يعني طلع كباب رهيب جدا جدا جدا. هنا ما صبرت، كنت بشوفها من داخل ما شاء الله كانت تحفة. طبعا بكمل أقلي بنفس الطريقة. هنا النار واطية، بسقط حبات الكباب وبعلي النار شوية، ما بخليها عالية زي ما قلت لكم عشان تستوي اللحمة من داخل وتنضج. وخلاص بشيلهم من الزيت. والآن هذا هو الكباب، قدمته مع آه بطاطا محمرة، مع السلطة، مع السحاوق، مع بس دقيق للي حابب الحرارة أكثر. ما شاء الله كرات كباب متماسكة، لا عذبتني وقت القلي، ما تفكفكت، ما احتجت إني أدخلها الفريزر عشان تتماسك. والنتيجة ما أقدر أوصف لكم. جربوا الطريقة وأنا متأكدة إنها بتعجبكم. ما شاء الله طعم كرات الكباب على ميكس السلطة مع السحاوق مع الشيبس حاجة روعة جدا، طعم يمني بامتياز. جربوا الطريقة وبستنى آراءكم بالتعليقات، وما تنسوش تضغطوا على لايك، وإذا كنتم أول مرة تشوفوني اشتركوا بالقناة، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، ومع السلامة.